لا يمكن واحد مضطر ويدعو الله ولا يجيبه الله، انما يقول لك انا بدعي ولا اجابش. ما انت مش مضطر، انت قاعد ومبسوط وهكذا وجانب، بس تقول ايه؟ انا قاعد في شقه، انا عايز اقعد في فيلم، انا مش عارف باخد مرتبي، لا انا عايز حاجه تزود المرتب شويه كده واعمل لي مش عارف ايه. الله ما فيش دعوه اضطرار. يبقى اغلبنا بيدعي عن غير اضطرار. يبقى اذا لم اجب الى دعاء فاعلم انك لم تكن مضطرا، او اعلم انك طلبت خيرا وربك يعلم انه لا خير فيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده حبيت كده اشارك معاكم يومي الطبيعي. هقول لكم بعمل ايه من اول ما بقوم لحد ما بنام. اول حاجه هنا قلت هحضر فطار، كانت الساعه 7 الصبح يعني. قلت هحضر فطار عشان افطر مع محمد قبل ما ينزل. وفي النادر بصراحة لما بقوم بدري كده ونفطر مع بعض او افطر، وهو قليل قوي كمان لما بيفطر في البيت، بينزل يفطر في الشغل. فانا لو قلقت اقوم افطره وافطر معاه واقضي يومي بقى ايه من اول الصبح كده. انما لو ما قلقتش لا عادي، ممكن انام ل10 11 منين بقى ما رحم يصحى بيصحيني. وهنا الحمد لله كان المطبخ نضيف من بالليل، نظفت كل حاجة في المطبخ قبل ما انام. وكل يوم على فكرة بعمل الموضوع ده. ساعات مثلا انضف الشقة كلها واسيب المطبخ لتاني يوم، او انضف المطبخ كله واسيب مثلا الشقة لتاني يوم كده يعني. بس ايدي على طول ايه اكترها في المطبخ يعني. احب انام كده والمطبخ نظيف، بحس ان كده اهم بيتشال من على قلبي. المهم طلعت كده جبنة دومتي دي حلوة قوي، اللي هي البراميلي دي جميلة تحفة، بحبها جدا. طلعت كده حتة صغيرة، وهاخد كده حتة من جبنة الرودس عشان محمد بيحبها، فهحط كده حتة ليه وحتة ليا مع طبق البيض. وطلع كمان حتة كده مربى عشان هو بيحب المربى، فطلع كده حتة مربى وسخن بقى عيش. وهنقعد نفطر زي ما قلتلكوا. كان هنا الساعة 7:30 يعني في التوقيت ده بالظبط يعني. عايزه اقول لكم لما بصحى مثلا بدري في الميعاد ده بحس ان اليوم معايا طويل جدا. بخلص البيت بتاعي، بخلص البيت وباكل العيال وبشربهم وبحميهم وبغير لهم بقى، وبنقعد نلعب ومش عارفه ايه. ابص في الساعه لقيت 12، عارفه اللي هو لسه بقى قدامي وقت طويل. اليوم معايا بيبقى طويل ما شاء الله. فانا بحب جدا ان انا اصحى بدري قوي عشان اخلص كل حاجه ورايا. اليوم مثلا اللي يبقى عندي كركبه فيه، او عندي بقى ايه تصوير عايزه اصور معاكم، عايزه مثلا انزل اجيب حاجات، عايزه اروح عند امي، بصحى بدري بخلص كل اللي ورايا. تيجي على 11 12 اكون لما الدنيا البيت العيال. بحب قوي الصبح يعني. بيقولك كده اللي يصحى الصبح بيبقى عنده نشاط. فيا رب افضل كده يعني انظم مواعيدي على الوقت ده يعني. انا نفسي انظم كده يومي يجي 9 بالليل انام، 9 الصبح اصحى، 7 الصبح اصحى. عايزه كده، عايزه ابقى انظم يومي على كده. المهم كان عندي كده برتقان، طبعا رحيم وسيليا بقشره بديهولهم، اللي هو بيشربوا الميه بتاعته بيرموا اللي هو البرتقان ذات نفسه يعني، يشربوا الميه وخلاص. فقلت بدل الهده اللي هم بيعملوها دي ويغرقوا نفسيهم ويبوظوا نفسيهم ودنيا تانية، قلت طب انا اعصره لهم واخليه لهم مثلا عندي في التلاجة، املى لهم كده الازازه واخليها لهم، منين ما كل شويه كده اديهم ايه كل واحد حبه في كوبايه. كنت سايبه برتقانتين كده لمحمد، قلت لا خلاص هي الازازه ما اتملتش فهملى الازازه وهاخد بقى البرتقانتين وهو يبقى يجيب ايه وهو جاي. حلو قوي الكوز ده، كنت جايباه اسمه كوز، هو مش عارف اسمه كوز المهم عشان ما حدش يتريق على لهجتي، هو اسمه كده، اللي انا اعرفه اسمه كده. شبه كنت بقول لكم اللي هي المفروض اللي هي بتتقال علب، انا قلت لكم براطيم، فلقيت يا لهوي انا عارفه الحاجات دي اسمها كده، فبنطق كده يعني، بنطق تلقائي. انا مش لسه بقى هقعد ازوق في الكلام ومش عارفه ايه. احنا مش من بلاد بره، فاللي بيجي على لساني بقوله على طول. المهم بقى حطيت عصير البرتقال في الازازه بتاعه رحيم، وهسيبها له كده على جنب. وقلت له ان هي فيها برتقال، منين ما بيبقى عايز يجيب لي الازازه ويروح يجيب لي كوبايه اللي هو ايه يعني حطي لي، عشان لسه يعني النطق عنده بطيء، مش ما يعرفش يجمع الكلام كده مع بعض. فلما يعوز حاجه يمسك ايدي ويوديني عند الحاجه اللي هو عايزها. مثلا عايز حاجه من فوق التلاجة يفضل يشاور لي كده فوق التلاجة، بس ياخدني يوديني عند التلاجة، فاهمين؟ بيعمل كده.
واحده واحده ان شاء الله بيجمع ايه كده الكلام مع حاله يعني. بس مع كتر مثلا الكلام، مثلا اقعد اتكلم معاه كتير الاقيه يعيد ورايا الكلام بس بعد مده، فاهمين؟ بس الحمد لله يعني بتيجي النتيجه وبيتكلم. بس المهم قطعت له كده كمان بطاطستين، هو وسيليا بحط لهم كده طبق بطاطس يقعدوا مثلا ايه يتسلوا فيه، اللي هو ايه ياكلوه يعني. عشان انا ما كانش عندي بصراحه اللي هو التسالي اللي هم بيحبوا اللي هو، عارفين انتوا الحاجات اللي هي بتبقى في الفرن دي، اللي هو على شكل المثلث والمربع، الحاجات اللي هي بتبقى مقرمشه دي شبه الكاراتيه، بس هي مش كاراتيه، بيبقى معمول في الفرن، بيبقى بقى بطعم الجبنه المتبله والكلام ده. بس حطيت لهم كده البطاطس، كان عندي حبه مواعين بتوع الفطار قلت هغسلهم. بس في الوقت ده جالي الاوردر اللي انا نزلت لكم الفيديو بتاعه، الفيديو اللي قبل ده يعني، انا قلت اصور معاكم الفيديو، كنت بصراحه ناويه ادخله في الروتين ده بس قلت لا الفيديو هيبقى طويل، فخدت لكم كده حته منه عشان ايه اعرفكم اليوم بتاعي كان ماشي ازاي. تمام، قلت بقى هغسل المواعين، خلصت الفيديو طبعا تصوير الفيديو اللي هو نزلته لكم اول امبارح، وقلت هغسل المواعين. كان عندي المشايتين دول بتوع اوضه النوم عندي اللي هي في دخلة الباب، فقلت كده عايزه اغسل السجاد. بس هاخد ايه الحاجات البسيطه الاول اللي هي الحاجات الصغيره دي زي المشايات دي، سجاده المطبخ الكلام ده، بس مش هعمل كل ده في يوم واحد. هاخد مثلا المشايتين دول النهارده، تمام. بكره هاخد مثلا سجاده المطبخ، بعده هاخد سجاد الصاله والركنه والكلام ده، يعني مش هعمل كله مره واحده عشان انا بقفل عليا الباب وانا بغسل السجاد، عشان الاتنين بيخشوا لي الحمام ويبهدلوا نفسيهم، واللي تتعب واللي يقعد يكح يعني بطلع من غسيل السجاد ده بهم وحزن بعديها لمدة اسبوعين لقدام، فعشان اخلص نفسي هما كانوا بيفضلوا يعيطوا قدام الباب، يعني يقعدوا كده الاتنين قدام الباب يعيطوا ويخبطوا عليه عشان يخشوا، فعشان برضو اتفادى اي تعب ليهم او اي حاجة بقفل كده عليا الباب واخلص بقى ايه اللي انا عايزه اعمله. خدت دول بسرعة كده، ما كانش فيهم حاجة بصراحة، بس عشان رحيم كان قلب لي عليهم تقريبا عصير جوافة، فقلت كده هغسلهم بسرعة. وفي السجادة اللي هي التانية اللي انا حطاها عند الدولاب من جوه بتاعت اوضه النوم، اللي هي اختها اخت السجادة بس الكبيرة بقى، فقلت ان شاء الله برضو ايه هبقى اخدها كده في يوم، بس ايه يكونوا هما يا اما نايمين يا اما امي قاعدة معاهم، بس عشان ما كانش حد قاعد معايا بقى اليوم ده فسبتهم يا عيني يعيطوا قدام البيت. بس بعد كده خلصت المشايتين، قلت همسح بقى ايه ارضية الحمام بسرعة، هي كان نظيف انا كنت دعكاه طبعا. فقلت هاخد بقى الارضيه مطرح ما غسلت وكده. عايزه اقول لكم بصوا تحسوا ان السيراميك اللي في الارض الفواصل دي سودا، انا متجوزه وهو كده، كان المفروض يتزقى تقريبا اسمه يا جبس يا اسمنتو ابيض، بس ما حصلش نصيب واتعمل يعني. وحتى في الحيطه في اللي هو اسمه ايه الفواصل دي برضو سودا مش بيضة، فلازم بقى اللي هو اللي اسمه ايه ده السمنتو اللي في الحيطه الابيض ده لازم يتشال كله ويتحط من اول وجديد، لان انا بقعد ادعك بيه مثلا في الفرشه، اقعد كده في الارض ادعك بالفرشه، الفواصل دي ما بتنضفش خالص. فقلت ان شاء الله يعني كده كده في دماغي اني اغير الحمام تما، اغيره اقلب ملامحه، يعني دي الخطه اللي في دماغي ان انا هعملها، بس مش دلوقتي قدام، لاني طبعا سيراميك وعايزه اهد حيطه ويعني اقصر الحمام شويه وادخله مش عارفه في ايه، عايزه يعني اظبط الشقه، لاني انا بصراحه في دماغي انا بحبها جدا، بحب الشقه دي جدا جدا جدا، ربنا يا رب يديمها عليا نعمه. وعايزه اقول لكم والله العظيم انا اللي هو ايه ما عنديش تفكير اني هسيبها مثلا او ابيعها واجيب شقه تانية، لا انا عايزه مثلا لو ربنا كرمنا باذن الله وجبنا شقه تانية دي تفضل معايا، فاهمين قصدي ايه، من كتر ما انا بحبها. فقلت ان شاء الله وهظبطها كده توضيب، اوضبها توضيب عالي، وهظبطها بقى اقسمها صح، وكده كده مش هبيعها يعني. محمد بقى يفتح حاجه مع حاله يعمل مصلحه لنفسه ربنا يكرمه ويرضيه، وبعد كده يجيب لنا شقة يعني معانا بقى لحد 10 15 سنة، انا ما عنديش مشكلة ان انا افضل عايشة في المستوى اللي انا عايشة فيه ده وفي الشقة اللي انا عايشة فيها زي، فعشان كده بقول لكم عايزة اعمل في الشقة واسوي، لاني انا مش حابة ان انا ابيعها، ان شاء الله باذن الله هعمل اللي انا عايزة فيها وهفضل قاعدة فيها لحد ما ربنا يكرمنا ونجيب شقة تانية يعني، فاهمين؟ مش هبيعها دي
كده كده انا عندي ولد فمش هتخسر يعني، وانا ما عنديش مشكله ان انا افضل عايشه فيها لحد عمر طويل بقى. ف بس هو فكرة ان احنا نوسع على نفسينا، يعني لو ربنا كرمنا اكيد البني ادم هيحب يوسع على نفسه. يعني البني ادم والله العظيم اللي يبقى معاه فلوس وتحسوا ان الفلوس مش باينة عليه، ده يبقى بني ادم انا اسفة معفن. ف البني ادم يعني احنا لو ربنا كرمنا لازم نوسع على نفسينا، ولازم نجيب الاحسن ونجيب الافضل، ونعيش طبعا في مستوى احسن من اللي احنا كنا عايشين فيه. اي نعم مستوانا ده عايزه اقول لكم ان هو مش وحش، الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا. في غيرنا ما بيبقاش لاقي مثلا حاجة من اللي احنا عندنا، احنا ما بنبقاش لاقيين حاجة من اللي البني ادم ده عنده. يعني احنا كناس طبقات، فربنا يوسع الكل، وكل واحد يا رب نفسه في حاجة تتحقق قريب بإذن الله. لكن انا لما بقول لكم انا عايزة اعمل، عايزة اسوي، عايزة اشيل، عايزة احط، عايزة اجيب، مش عارفة ايه، في ناس بيخشوا يكتبوا لي طب ما تبيعي الشقة، انت شقتك صغيرة، مش عارفة ايه. انا مش اللي هو انا مش حابه ان انا ابيعها والله العظيم. عارفين اللي هو بتعلق بالحاجه جدا، حاجتي يعني انا بتعلق بحاجتي قوي. الحاجه اللي انا مثلا عشت فيها ذكريات حلوه، عشت فيها ذكريات وحشه، ما بقدرش اللي هو ابعد عنها او اقدر ان انا انساها الكلام ده. الناس اللي بيفضلوا يقولوا لي بيعيها وقت شقه اكبر، انا عارفه طبعا انتوا عايزين تشوفوني في مستوى احلى، في شقه اوسع، مش عارفه ايه. لكن انا مستنيه محمد ربنا يكرمه، وبعد كده هو يجيب لنا بقى على مهله. ما عنديش مشكله زي ما قلت لكم اقعد هنا 10 15 سنه والله العظيم 3 ولا هكل ولا همل خالص. حتى لو بقى معايا في الشقه 4 5 6 عيال وهحسها ان هي واسعه علينا برضو. ليه؟ لاني حاساها دافيه، فاهمين يعني؟ ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. برتاح فيها نفسيا. مش عارفه اقول لكم ايه تاني، بس يعني انا من كتر ما متعلقه بيها مش حابه ان انا مثلا اسيبها وامشي. مش حابه ان انا اشوف حد تاني فيها، حد تاني ساكن جواها غيري. فاهمين قصدي ايه؟ فربنا يوسع علينا كلنا، وكل اللي نفسه في اي حاجه تحصل قريب باذن الله، ويفرح قلوبنا كلنا. المهم طبعا كان نفسي اكل عيش بالبسطرمه وعيش بالصدق. طلعت كده نص كيلو من الصدق وكمان البسطرمه، وعجنت بقى العيش في البيت زي ما انتم ما شفتوا بقى. عجنت العيش في البيت وعملت طماطم بالفلفل كده ايه، والجبنه الموتزاريلا، وظبطت كده الدنيا. كان المفروض محمد يجي يعمله لنا تحت في الفرن، بس كان صبعه متعور ساعتها. يعني الفيديو ده متصور من بدري قوي قوي قوي. فقلت لا خلاص انا هعجن انا العجينه واعمله في البيت. اي نعم هد عليا، بس ما فيش مشكله يعني الحمد لله. بعديها بقى اتغدينا وقعدنا شويه، قلت كده هقوم اعمل البسبوسه دي انا اللي عاملاها في البيت، ها يعني مش جايبه الطريق اللي هو الكيس الجاهز وعاملاه، لا انا دي السميد والسمنه والحاجات دي انا اللي عاملاها كلها في البيت. يعني عايزه اقول لكم طلعت حلوه قوي، بس مسكره جدا جدا، ما قدرتش اكل منها غير قطعه صغيره، واللي هو كلتها ودماغي صدعت مره واحده، ومعرفش الضغط يا اما على يا اما وطى يعني، لان السكريات الكتير عندي لما باكلها بفضل دايخه كتير. فالحمد لله يعني طلعت حلوه، وكل اللي دقها قال لي حلوه بس مسكره زياده. فقلت المره الجايه ان شاء الله لما اعملها الوش كمان عايزه يتحمر، وهي من قلبها يعني عايزه تتحمر. انا ما كرملتش السكر، يعني ما غمقتش السكر، خفت يتلسع مني. فبس ده كان فيديو النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. مع الف سلامه.